صابكم سم الوطن غازلين عود ناسي حرب يا حرب لما انجزي. الكل يجي هنا فان رفاقنا صوت هفان، بدنا صوت هفان، بدنا نزلزل العالم بصوتنا هفان. لي إجلالا وإكراما لأرواح شهدائنا الأبرار والأحرار الذين قدموا أقل ما يملكون من أجل أن نعيش كشعب كمؤسسات كأهالي في خير وسلامة. طبعا ونبارك ونهنئ جميع شعوب العالم بذكر التأسيس السنة 44 عاما على تأسيس حزب العمال الكردستاني. ونهنئ بداية قائد السلام، قائد الحرية، القائد العظيم وقائد شعبنا العظيم القائد عبد الله أوجلان. ونبارك أيضا لجميع شعوب العالم عامة وخاصة لجميع شعوب شمال شرق سوريا خاصة. لقد هذا اليوم هو يوم لبداية رمز الحياة والحرية والمقاومة والنضال. دولة الاحتلال التركي ضد شعوب المنطقة عموما تهدف من خلال إعادة أمجادها العثمانية بصيغة جديدة، فالاعتداءات والهجمات الشرسة على مناطق شمال وشرق سوريا مستمرة إلى اليوم. في دولة الاحتلال التركي من هذه الهجمات وهذه الحرب العدوانية هو كسر إرادة الشعوب الحرة وأخضاعها لمشيئتها، فالإدارة الذاتية المنبعثة من الإرادة الحرة للشعوب المنطقة في العيش المشترك بسلام لا تشكل خطرا على الشعب التركي كما تدعي حكومة أردوغان الفاشية، وليست خطر على أمن الدولة التركية بقدر ما هي نظام بديل للعقلية الفاشية. شعبنا أهالي مدينة الرقة وريف مدينة الرقة الذين تقفون اليوم بالعزة والكرامة بامتناننا لحزب العمال الكردستاني، الفضل الذي لن ولم ينسى من قبلنا. والآن تشتد الحكومة التركية تجاه مناطقنا، مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتستهدف الأبرياء من المدنيين وتستهدف البنى التحتية التي تساعد في تنمية المنطقة وزيادة الإيرادات للإدارة. أننا من خلال هذه الوقفة نؤكد وقوفنا بوجه هذا العدوان الغاشم وما هو من تاريخ وسجل إجرامي بحق الشعب السوري وبحق كافة مكونات المنطقة. وبعد هذه الفبركة الإعلامية التي استخدمها ذريعة تفجير اسطنبول لشن الهجوم والقصف بالطيران الحربي على المدنيين والأبرياء واستهدافهم، الأمم المتحدة التي لم تدين هذا الاعتداء ولم توقف هذا الإجرام بحق الشعب كما عهدنا وكما علمنا وهو معلوم للجميع. المخطط التركي الفاشي هو إفراغ المنطقة من مكوناتها واستهداف جميع طوائف الشعب السوري على حد سواء، عرب كرد سريان، لتغيير ديموغرافية المنطقة وتطبيق سياسة التتريك التي كانت وما زالت على مدار أكثر من 400 عام تنتهجها الدولة الغاشمة تجاه أهالينا ومناطقنا في سوريا وفي الوطن العربي بشكل كامل أثناء الاحتلال العثماني. من هذا المكان الذي له دلالته ورمزيته لأهالي مدينة الرقة والذي كانت تمارس فيه داعش أقصى أنواع التعذيب بحق المدنيين والأبرياء وبحق النساء، نقول من هذا المكان اللي هو دوار الساعة: أهالي الرقة صامدون وأهالي شمال شرق صامدون.